كريستيانو مش بينام زينا وبينام 5 مرات في اليوم، وقبل كل ماتش بينام لوحده، ما بينامش مع جورجينا على نفس يعني في حد يبقى معاه جورجينا وينام لوحده 5 مرات في اليوم، وكل مره بتبقى 90 دقيقه، كل ده بالتعاون مع عالم النوم نيك. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام حسنين. النهارده فيديو فاني شويه وممتع. ما فيهوش معلومه انت هتستفاد بيها لنفسك انت، بس الموضوع هيبقى فاني شويه يعني ولذيذ. ان انا عملت سيرش عن موضوع النوم بتاع كريستيانو، وعرفت ان هو بينام 5 مرات في اليوم، ومفيش حد اتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. فيلا نبدا فيديو النهارده. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو انت اول واحد تشوفه، ان انا بنزل لك فيديو كل يوم. طبعا بما ان النهارده فيديو عن كريستيانو، فلابس لكم الحته بتاعت اليونايتد ومن ورا كريستيانو عشان بس ايه ندخل في الجو. اول حاجه، كريستيانو طبعا من اقوى الناس يعني في التاريخ في مجال الكوره، وبالنسبه لي انا هو رقم واحد، مع احترامي طبعا للناس اللي بتحب ميسي. بس كريستيانو مجتهد جدا ومش زي اي بني ادم. يعني كل لعيبه الكوره بتنام 9 ساعات مثلا او 8 ساعات ورا بعض، هو ليه نظام تاني خالص في النوم وفي الاكل والتمرين والريكفري وكل حاجه، هو مختلف. حتى بره الكوره هيفضل رقم واحد. غير كمان ان كريستيانو عنده قناه يوتيوب دلوقتي مش عارف داخل على 100 مليون، وكسب الدرع الذهبي في نص ساعه. انا مش فاهم يعني يا ربي ايه. وانا بقى لي 100 سنه بنزل لكم محتوى على اليوتيوب ما كملتش ال 1000 متابع. ما علينا يعني. فكريستيانو اشهر انسان على الكوكب، يعني احنا 8 مليار بني ادم على الكوكب، هو اشهر واحد فيه. المهم بقى ندخل في الموضوع بلاش شرح كتير. كريستيانو بينام ازاي؟ كريستيانو بينام 5 مرات في اليوم، واسمه النوم المتقطع، عامل زي الصيام المتقطع كده. كريستيانو كان قاعد كده مع نفسه، قال لك كل الناس بتنام 8 ساعات و9 ساعات ورا بعض، طب انا هعمل زيهم ازاي؟ ما بقاش كريستيانو، لازم ابقى اعمل حاجه ايه مختلفه. المهم ايه، راح لعالم اسمه نيك. العالم ده يعني متخصص في علم النوم وكده يعني. قال له انا عايز اغير ستايل النوم بتاعي بحيث ان انا الكفاءه بتاعتي في الملعب تبقى اقوى وابقى مركز. قال له احنا نستخدم حاجه اسمها النوم المتقطع. النوم المتقطع ده ان انت بتنام 5 مرات في اليوم. كريستيانو بينام كل دوره 90 دقيقه، يعني بينام مثلا 5 مرات في اليوم، كل مره 90 دقيقه. اول دوره بتبقى 3 دورات ورا بعض بيلحمهم مع بعض، يعني 90 دقيقه و90 دقيقه و90 دقيقه بينامهم ورا بعض، فهو بيدمج 3 دورات نوم ورا بعض 3، فبيبقى بينام 4 ساعات ونص. بعد كده بيقوم يتمرن ويروح بقى التمارين بتاعت نادي النصر بتاعته، وبيقعد بقى يشوف حياته. وفي نص اليوم بينام تاني قيلوله مدتها برده 90 دقيقه او ساعه ونص. بعد كده يقوم يكمل بقى التمارين بتاعته ويتمرن في الجيم والريكفري بتاعه. في قيلوله اخيره اللي هي برده ساعه ونص او 90 دقيقه، دي بتبقى في اخر اليوم كده ايه عشان يريح جسمه خالص. فمجموع عدد الدورات 5 دورات وساعه ونص، فكده هو بينام حوالي 7 ساعات ونص او 8 ساعات في اليوم. طب هتقول لي طب هو ليه عليه يعني ليه بيعمل كده؟ يعني ليه ينام 4 ساعات ونص في الاول، بعد كده يروح يتمرن ويعيش حياته، وبعد كده يرجع ينام ساعه ونص، بعد كده يصحى يشوف دنيته فيها ايه ويرجع ينام ساعه ونص كمان؟ يعني الموضوع ملل، انت كل شويه تنام وتصحى تنام وتصحى يا عم. الموضوع يعني ايه، مستفز شويه. ولما رحنا وسالنا عالم النوم نيك، العالم بتاع كريستيانو، قال لك لان الجسم بيبدا يشتغل في دورات، وانت نايم جسمك بيخش في دورات. كل دوره بيبقى جسمك بياخد الفايده منها كل 90 دقيقه. بعد 90 دقيقه جسمك بيخش في نوم ما بعد النوم العميق، بس ده مش اللي جسمك بيستفاد منه ويعمل ريكفري. الجسم وانت نايم بيخش في حوالي 3 مراحل للنوم. المرحله الاولانيه اللي هو اسمه النوم الرقيق، او النوم اللي انت لسه هتبدا تدخل في النوم. والمرحله اللي في النص النوم العميق او الديب سليب. دايما هتسمع مسمى الديب سليب. الديب سليب ده النوم العميق اللي جسمك، اللي انت بقى الفتره دي اللي انت بتحلم فيها، واللي انت بقى جسمك بيعمل ريكفري ليها للعضلات والخلايا المخ وبينمو. هي دي المرحله اللي جسمك بيستفاد منها. ما بعد المرحله دي بقى جسمك بيخش في مرحله قلق، بتفضل بقى تتقلب، تخش الحمام. النوم العميق والديب سليب خلاص ما بيجيش تاني. فلو هو هينام 7 ساعات او 8 ساعات زي باقي الناس وباقي اللعيبه، جسمك هيخش في دوره النوم اللي هي 90 دقيقه دي، وما بعد ذلك جسمك ما بيخش خلاص في ديب سليب تاني. جسمك بيستفيد من الديب سليب او النوم العميق من مده ساعه لساعتين. اما بقى الخمس او 6 ساعات الباقيين من ال8 ساعات جسمك ما بيستفادش منهم من الديب سليب. طبعا جسمك بيستفاد من الباقي بس مش بيبقى نوم عميق، فاهم قصدي؟ احنا هننوم كريستيانو 3 دورات ورا بعض 4 ساعات ونص، بعد كده هننام قيلولتين كمان ريتين ساعه ونص، بعدها ساعه ونص. بالتالي كريستيانو هينام ديب سليب اكتر بكتير، وهيستفاد بكتير اكتر ما هو هينام 8 ساعات. لان زي ما انا قلت لك الجسم بيخش في الديب سليب لمده ساعه او ساعتين ماكسيمم، ده لو انت بتنام 8 ساعات ورا بعض. اما جسمك في العادي بيخش في نظام دورات، كل 90 دقيقه جسمك خلاص بيوقف الديب سليب بتاعه وبيخش بقى في نوم، مرحله نوم تانية. كريستيانو لما بينام ساعه ونص وساعه ونص وبيقسمها 5 دورات على اليوم، انت جسمك بيخش في الديب سليب من مده 45 دقيقه ل 90 دقيقه. جسمك بيبدا يخش في الزون ده بتاع النوم العميق من 45 دقيقه ل 90 دقيقه. بعد كده جسمك خلاص بيبدا يخش في مرحله بقى ايه، ان انت تبدا تتقلب لو عايز مثلا تخش الحمام وهكذا. كريستيانو عايز ياخد كل الاستفاده من الديب سليب والعمق والنوم العميق في الفتره دي، فعشان كده بيقسم النوم بتاعه لدورات، كل دوره 90 دقيقه، عشان يضمن ان من نص ساعه ل 90 دقيقه هو هياخد كل الاستفاده من الديب سليب. فشوف بقى كريستيانو بياخد كل اللي استفادته من النوم حوالي 5 مرات ورا بعض في اليوم. اما انت لو بتنام زي بقيه البشر وزي 8 ساعات ورا بعض، جسمك بيستفاد ساعه او ساعتين بالكتير قوي من النوم العميق. اما الباقي بيبقى انت بقى ايه، مش مرتاح وبتتقلب
بتحس بقلق كده وكل شويه تخش الحمام وهكذا. اما في ال 90 دقيقه اللي كريستيانو بينامهم دول في الغالب مش هيخش الحمام، ان هو بينام 90 دقيقه، فهو مش هيحتاج ان هو يخش الحمام، واكيد بيدخل الحمام قبل ما بينام. غير كمان ان كريستيانو بياكل قبل ما بينام اكل خفيف جدا وبيبقى فيه فايبر عشان الهضم، ويبقى نايم مرتاح، ما بيشربش ميه كتير قوي قبل النوم عشان ما يخش الحمام كل شويه. غير كمان ان كريستيانو لو عنده تاني يوم ماتش مش بينام مع جورجينا خالص، مش بيناموا على نفس السرير، ومش بينام مع جورجينا دماغك تروح وتسوحك في حته تانيه، لا مش قصدي كده خالص. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. انا قصدي ان هو جورجينا بتنام في مثلا مع العيال وهو بينام لوحده في سرير تاني، ولازم كمان ملايه السرير كل مره بينام فيها تتغير. يعني هو بيغير الملايه في اليوم حوالي مثلا 3 أو 4 مرات في اليوم. اكياس المخده بتتغير، الملايه نفسها كلها واللحاف اللي بينام عليه بيتغيروا، كل حاجه بتتغير. اما لو مش عنده ماتش تاني يوم عادي بينام بقى مع جورجينا براحته. بالله عليك في حد يسيب الصاروخ ده وينام لوحده؟ نتاية زي الجمل، جمل يا عم. ده زائد ان الستايل بتاع كريستيانو في النوم ده بيخليه مركز دايما، ودايما زي ما انا قلت لك بياخد في الدوره اللي بيستفاد من الدوره او ال 90 دقيقه بكامل الاستفاده بتاعته، ولما يبدا يهبط بيخش ينام تاني ساعه ونص او 90 دقيقه، وبيستفاد جدا جدا من 90 دقيقه دول، وبيصحى مركز اكتر بكتير. عشان كده هنلاقي كريستيانو بيتمرن اكتر بكتير من باقي اللعيبه، لانه دايما هو عنده وقت في اليوم بينام 4 ساعات ونص، بعد كده في قيلولتين كمان او فترتين نوم بتبقى في نص اليوم، فهو بينام 4 ساعات ونص وبيبقى عنده اليوم طويل يتمرن ويعوم ويعمل ريكفري ويقعد مع عيلته، وبعد كده يخش ينام ساعه ونص، بعد كده يصحى تاني يكرر بقى نفس الكلام ويتمرن تاني. كريستيانو من اكتر الناس اللي بتتمرن وبتعمل ريكفري في الدنيا، ويخش بقى الايس باس او حمام التلج، ويخش في ساونا، ويدخل كمان في الاوضه اللي هي بيبقى فيها تكييف ومبرد، دي الدرجه بتبقى سالب 30 تقريبا، فهو عنده اليوم بتاعه طويل جدا. ولكن بقى السؤال هنا، هو كريستيانو ليه يعني ليه ايه اللي خلى كريستيانو يفكر ان هو المفروض ينام دورات نوم مش زي بقيه البشر؟ يعني احنا كلنا بلا استثناء بننام مثلا 7 أو 8 أو 9 ساعات أو 10 ساعات كلهم ورا بعض، ولو حسيت بالتعب هتنام مثلا ساعه كده في نص اليوم كده، ايه، بتاخد قيلوله عشان تصحى فايق. كلنا بنعمل كده. ايه اللي خلى كريستيانو يفكر في الطريقه دي، وانه يروح لعالم للنوم ويساله انا عايز انام نوم مختلف؟ حتى هقول لك على حاجه، ليه كريستيانو لما بيجي بينط في الكرات الرأسيه بتاعته بيفضل شويه في الهواء؟ يعني تحس ان هو بينط وبيفضل جزء من الثانيه وهو واقف في الهواء او طاير في الهواء عامل زي سوبرمان. وده لان كريستيانو راح لعالم فيزياء مش فاكر بالظبط اسمه، قال له انا عايز وانا بنط عايز افضل شويه في الهواء، بحيث ان انا واللاعب الخصم لما ينط احنا الاثنين ننط سوا، هو ينزل قبلي وانا افضل طاير شويه في الهواء وانزل انا بعديه. قال له طب دي نعملها ازاي؟ قال له يا عم كريستيانو انت لما تيجي تنط هتفرد رجليك كده، هتتنيها، هتبقى موازيه للارض عشان الجاذبيه تبقى اقل، فبالتالي تفضل في الهواء جزء من الثانيه او ثانيه زياده عن اللاعب الخصم. فالموضوع يا جدعان اللي هو ايه ده؟ يعني كل اللعيبه بتنط فارده رجليها وبتنزل على طول بسرعه، ليه؟ لان الجاذبيه بتبقى اقوى. اما كريستيانو بيعمل الجامب وبيتني رجليه كده بالظبط زي الطياره الشبح، فالجاذبيه بتبقى قليله جدا لكريستيانو. فتحس ان كريستيانو يعني ممكن لاعب ينط مع كريستيانو في نفس الوقت، تلاقي اللاعب الخصم نزل بسرعه على الارض وكريستيانو فاضل متشعلق في الهواء جزء من الثانيه اكتر من اللاعب الخصم. فكريستيانو مش ممشي الموضوع كده بالحب وسبهلله، كريستيانو دارس النوم، دارس القفز او النط بتاعته في الكرات الرأسيه، الشوط بيشوط بطريقه معينه في الكوره. لا كريستيانو كوكب تاني خالص. كريستيانو ده هنا في حاجه مختلفه، فان هو يقسم دورات النوم بتاعته ل5 مرات في اليوم او 5 دورات في اليوم، ويقول لك اصل الجسم بيخش في الديب سليب او النوم العميق من 45 دقيقه ل 90 دقيقه، ما بعد ذلك جسمك بيخرج من الديب سليب. طب هو هيستفاد ايه بقى لما جسمه يخرج من النوم العميق او الديب سليب بعد 90 دقيقه؟ يقول لك لا خلاص انا هنام 90 دقيقه، جسمي يستفاد من النوم العميق وبعد كده يصحى. يعني اللي انت بتستفاده في ال9 ساعات نوم متواصل ورا بعض، كريستيانو بيستفاد 5 اضعافك في النوم المتقطع بتاعه. فطبعا الناس بتستغرب، يقول لك كريستيانو 40 سنه ومنتهي ايه ده؟ جسم واحد عنده 40 سنه يا كافر؟ في حد 40 سنه لسه عنده الجامب ال2 متر ده بيطير يا جدعان، فاضل له 2 سم ويلمس الغلاف الجوي خلاص، يعني 2 سم كمان وهيلمس خرم الاوزون. في حد عنده 40 سنه عنده الليونه دي والباكورد اللي هو بيعمله ده؟ في حد عنده 40 سنه في كره القدم عنده الجسم بتاع كريستيانو والنشافه بتاعته والقوه العضليه بتاعته والسرعه بتاع كريستيانو؟ برده مفيش. حتى لما حد بيجي لي مثلا في الجيم او في كمال الاجسام يقول لك يا انا نفسي اعمل فورمه كريستيانو، ما حدش قال لك مثلا نفسي اعمل فورمه مثلا لاعب تاني ميسي مثلا، لا كل اللي يقول لك انا نفسي ابقى زي كريستيانو واعمل فورمه كريستيانو. اوصل لفورمه كريستيانو في قد ايه؟ سهل على فكره، فورمه كريستيانو ممكن تجيب في 3 شهور مثلا بالتزام عادي، ولكن الناس مهووسه بكريستيانو بفورمه كريستيانو بعيدا عن الكوره. كريستيانو بره الكوره كجسم وكلايف ستايل، الناس كلها نفسها تبقى نفس كاريزما كريستيانو، نفس الجسم بتاعه، نفس كل حاجه. انا حاولت انام نفس نوم كريستيانو ده اللي هو النوم المتقطع، ان انا انام 5 فترات في اليوم اللي هو 4 ساعات ونص ومتواصلين، بعد كده انام ساعه ونص وساعه ونص تاني،
ما قدرتش الصراحه. الموضوع منهك بالذات في اول اسبوعين مثلا، اول اسبوع انت مش هتعرف تواكب النظام ده، ان كريستيانو ليه اكل معين قبل ما ينام. كمان كريستيانو بيغير مخدات، بيغير المراتب، بيغير كل حاجه على السرير كل مره بيجي ينام فيها. غير كمان ان كريستيانو بينام في اوضه مكيفه من درجه 16 مئويه لدرجه 20 مئويه، لان جسمك بيرتاح في درجه الحراره دي وبيخش في النوم العميق بسرعه. فكريستيانو الاوضه بتاعته مكيفه، بيغير كل مره بينام فيها السرير كله. مش بينام مع جورجينا لو عنده ماتش تاني يوم، ليه اكل معين وشرب معين قبل ما ينام. انا مش هعرف بصراحه اعمل كل ده، انا مش هعرف، خصوصا اول اسبوع ما عرفتش تماما وحاسس ان انا خملان وكل شويه انام واصحى، كل شويه انام واصحى. الموضوع مستفز واللايف ستايل بتاعي مش سامح ان انا اعمل كده. هو ده شغله. كريستيانو لاعب كوره فاضي، ما بيعملش حاجه غير ان هو يتمرن وياكل، يتمرن وياكل ويعمل جلسات ريكفري. فهو ده اللايف ستايل بتاعه اللي ينفع طريقه النوم دي. لكن لو واحد موظف مثلا في بنك هينام 4 ساعات ونص ويصحى، هينام في البنك ساعه ونص ويشتغل شويه وبعد كده يقول لهم ثواني يا جدعان انا فاضل لي دوره نوم 90 دقيقه او ساعه ونص هنامهم واجي لكم تاني، ما ينفعش الكلام ده. بس انت لما تيجي ايه يعني تبص من الموضوع كده من بعيد وتعمل زوم من بعيد كده وسبوت، يقول الله هو ازاي يعني عارف النوم ده؟ يعني ليه كريستيانو ما ينامش زي بقيه اللعيبه؟ اي لعيب بينام 8 ساعات في اليوم ويصحى ويكمل يوم، مش معنى انت يا كريستيانو نايم بالستايل الغريب ده. مفيش حد في العالم تقريبا بينام بنفس طريقه كريستيانو دي غير هو كريستيانو الوحيد. بس كريستيانو ممكن يلعب كوره لحد 60 سنه ويفضل بنفس الصحه ونفس اللياقه ونفس المرونه دي. العمر البيولوجي بتاع كريستيانو 28 سنه مش 40 سنه. يعني كل لما يروح نادي، كل طبعا زي ما احنا عارفين كل لما لاعب بينتقل من نادي لنادي، النادي اللي بيعمل له اختبارات للقلب والجسم كله وتشيك اب عشان يشوفوا لو عنده مشكله النادي مش هيشتريه. فلما ييجوا يعملوا كريستيانو اختبارات عشان لما جه ينتقل من مانشستر يونايتد لنادي النصر عملوا اختبارات صحيه وطبيه، لقوا ان هو ما عندوش 40 سنه، عنده 28 سنه. فجسم كريستيانو من جوه اعضاء جسم واحد 28 سنه، لكن هو سن 40 سنه. فطبعا العمر بالنسبه لكريستيانو رقم. انا واحد 40 سنه بس انا جسمي 28 سنه، انا مش بحسده، بس هو كريستيانو واخد نطاق مختلف تماما عن بقيه اللعيبه. اشهر انسان على الكوكب كريستيانو، اغنى لعيب كوره تقريبا من اغنى اغنياء العالم كريستيانو. ما شاء الله وسيم، شكله حلو، متجوز جورجينا سوري يعني، عنده قناه يوتيوب وخد الدرع الذهبي في نص ساعه. انت عايز تعمل ايه تاني؟ طيب بس كده يا عم الفيديو خلص. انا مش عارف اقول ايه بصراحه. لو عايز تعمل فورمه كريستيانو ابعت لي اونلاين كوتشنج على الانستجرام بتاعي اسلام حسنين 7، هسيبه لكم هنا كده. خش اعمل لك عرض جبار جدا على التدريب الاونلاين عشان تعمل فورمه كريستيانو وتبقى زيه ان شاء الله. ممكن تبقى زيه والله ما حدش عارف. كان معاكم اسلام حسنين، ما تنساش بقى تسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم في الفيديو الجاي.